الذي جمع فيه مؤلفه عليه رحمة الله النووي من الأحاديث ومن الآيات ما يدفع المرء المسلم في حياته وفي كل وقت. وصلنا بحمد الله وتوفيقه إلى باب سورة الأرحام، سورة الرحم، هذا الخلق الكبير الذي عز ونظر في هذه الأيام. سورة الأرحام التي أمر بها ربنا عز وجل وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال في كتابه: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وما هو الأمر الذي أمر الله به أن يوصل؟ وسورة الأرحام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه أن الله عز وجل لما خلق الخلق، يعني عندنا جدا، لما خلق الخلق قام بالرحم فقال: يا رب هذا الله يعاد بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: ألا ترضين أن أقوى من فضلك وأن أقطع من قطعك؟ فقال: رضيت يا رب. فقال الله عز وجل: لك ذلك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فإن أعطيتم إن توليتم أن تسلموا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الذين يقطعون الأرحام أولئك الذين لعنهم الله. من قطع رحمه أو قطع رحمه لعنه الله بكلام ربنا عز وجل فأصمهم وأعمى أبصارهم. سورة الرحم اسمها عظيم، غفل كثير من الناس عن هذا الأجر وضيعوه. عن سورة الرحم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر أصحابه بسورة الأرحام في كثير من الأوقات. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما يقول عبد الله بن سلام. ومن هو عبد الله بن سلام؟ عبد الله بن سلام هذا كان حبرا من أحبار اليهود. لما أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال: يا رسول الله لقد علمنا مكان اليهود فادعوهم واسألهم عني. قال: يا رسول الله مكان اليهود عايز تسألهم عني ولا تخبرهم أنني أسلمت، فكلهم لا يسلم. فلما جاءهم اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ فقالوا: سيدنا وسيدنا وإمامنا وإمامنا وحكمنا وشبرنا. قالوا اليهود عبد الله بن سلام حلو عندهم ايه؟ قالوا: لا يكون اثنين، ده الحق، ده العالم، ده سيدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالى يا عبد الله نجده. فخرج عبد الله بن سلام فقال: أيها اليهود أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اليهود عن العلماء فإذا بهم يقولوا: أجزاؤنا رب العزة تكذب. إنه يعني برضو يقولون به كذب بعد ما أثنوا عليه. غير يقولون كلامهم خلاف كذب من إيه أكثر
الذين يتبعون الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. عن دين الله بالكفار من ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم عنه بالتواضع والإنجيل. قال فلما نظرت في وجهه علمت أنه ليس وجه كفار. أول ما وصلت في شمالي ورأيت هذا النور ورأيت هذا الجمال علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كفار. الوجه الكفار تأكيدا يقول أنا أسود لا قال لا يكون أيها الناس أطعموا الطعام وأبشروا السلام وصلوا الأرحام. أول كلام في المبيعات صلوا الأرحام. عايزين نبقى مع بعض، مش عايزين فرقة، عايزين نبقى مجتهدين. وكما يقال الاتحاد قوة والفرقة بعض. نبقى أبناء العائلة الواحدة ممزقين ومجوزين. إيه الأرحام فكيف تحكم الإسلام وهم الآن كنا مصدقة إلى مصلحة الله. فنسأل الله عز وجل أن يجمع الناس المسلمين. فضل هذه أيها الناس أبشروا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وفضلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. دخلوا الجنة صلى الله عليه وسلم. اسمع هذا شيء أسمع لأنه كان يخاف على أهله، كان يخاف على المسلمين، على أنه أهل قرابته كأعمام خلاله، كأقاربه أجداده وأقاربه بنبيه صلى الله عليه وسلم. لما نزل قول الله عز وجل وأنزل عشيرتك الأقربين فقال بتوع مسلمهم بلغوا وحذروا من هذا الأمر. صار النبي صلى الله عليه وسلم عند الصفا ثم جاء الناس ويقول يا بني عبد المطلب يا بني هاشم يا بني عبد مناف يا عماه يا فاطمة انقذوا أنفسكم من النار. فنصوص الوحي كان بحضرها انقذوا أنفسكم من النار